اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. معايا بطتين في وصفتي النهارده هنعملهم بطريقه بسيطه وسهله. الطريقه دي انا معتمداها في الفراخ وفي البط وبتستوي معايا بسرعه. طبعا البط دوت انا كنت نقعاه من بالليل في دقيق وملح وفلفل، وبحط سكر، وده محلول النقع بيخلي طبعا معانا الطيور او البط او الفراخ زي الفل زي ما حضراتكم كده شايفين. معايا بصلتين بشراهم وحط عليهم ملح وفلفل وكمون، وبتبل البطة زي ما حضراتكم شايفين. الطريقة دي بتخلي البطة طعمها جميل جدا. وبعمل البطة التانية بنفس الطريقة وبسيبها ساعة في التتبيلة دي عشان البطة يتشرب من البصل. خلاص كده بعد ما تبلت البطتين وسبتهم ساعة، معايا حلة كبيرة طبعا عشان تاخد البطتين، ومحطة سمنة ونزلت بالبطتين شوحتهم. بعد كده هنزل عليهم بمية سخنة مغلية وهسيبهم يستووا براحتهم خالص، ومش هياخدوا سوا على النار لان معايا البط بتاعي مش عجوز. هعمل هنا الجلاش لحد طبعا البط بتاعي ما يستوي. هنجهز بقية الوصفات. بدهن الصينية الاول بسمنة، وبعد كده بحط اول طبقة من الجلاش، واي ورقة عندك مقطوعة مفيش اي مشكلة منها. هحط هنا بعد كده قطعتين قطعتين، ومش هدهن اي مادة دهنية. بقسم لفة الجلاش على 5 ورقات فوق و5 ورقات تحت، وبنزل بنص كيلو من اللحمة كنت معصجاها وسايباها تبرد، والتعصيج بتاعها سهل. بنبشر بصلاية وبنقليها في زيت او سمنة زي ما تحبي، وبننزل بعد كده هوت باللحمة، بنديها تقليبتين لحد طبعا ما تستوي، ونحط عليها ملح وفلفل وقرفة والسبع بهارات. خلاص كده فردت اللحمة. هنزل بالطبقات الأخيرة. بتقطع الجلاش القطعة اللي انت حباها. بعد ما قطعت الجلاش هنزل بالسمنة، وهدخل الصينية على درجة حرارة 180، وهسيبها تستوي براحتها خالص. خلاص كده البط استوى معايا، هطلعه من الشوربة واصفيه واسيبه يبرد. هعمل هنا تسبيكة الخضار. نزلت ببصلاية، وهنزل بعصير طماطم. معايا نص كيلو من اللبن، هنزل عليه ببضاية، فلفل وملح، وبقلبهم مع بعض كويس. دي التسقية بتاعت الجلاش، ما بحطش التسقية ديت قبل الجلاش ما يستوي، بسيب الجلاش يستوي وخلاص داخل هياخد لون من فوق، بقوم سقياه باللبن والبيض زي ما حضراتكم شايفين، وبدخله الفرن تاني. خلاص الطماطم خدت معايا غلوتين، نزلت بجزر وبزلة. هعمل النهارده خضار جزر وبزلة، وده شكل الجلاش وهو في الفرن. شايفين بقى الجمال. هنزل هنا بالبطاطس بعد الجزر والبزلة ما استوى. معايا البط بعد ما صفيته، هدهن وشه بسمنة مذابة وحط عليها كركم، وهدخلهم الفرن ياخدوا لون، وخلي بالك عشان ما يتحرقوش. وده كان فطرنا ما شاء الله. وعملت سمبوسة بس طبعا ما صورتهاش، وعملت فريك برضو كنت عاملاه قبل كده. وادي الجلاش ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي. والاكل بتاعنا كله كان جميل ما شاء الله. صحة وهنا على اللي اكل منه. كل سنة وانتم طيبين.